السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم مبرمجين عاملين ايه؟ أنا يوسف صبري وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة يوسف كودز. النهارده يا شباب هنتكلم عن أشهر 5 أخطاء بيقع فيها كل المبتدئين في البرمجة، وهنتكلم كمان عن ازاي تتجنب الأخطاء دي. فيلا بينا، بس كمل الفيديو للآخر عشان بجد لو الأخطاء دي عرفت تتجنبها صح هتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. كتير من المبتدئين عايزين يخلصوا المشروع او الكود بسرعه، وده بيخليهم يلغوا تفاصيل مهمه في الكود او ما يفهموش الحاجه الصح. يعني مثلا واحد عايز يعمل لعبه خاصه، لعبه مثلا صغيره، بس هو اصلا مش فاهم قواعد اللعبه او مش عارف قواعد اللعبه، فبالتالي هيكتب في الكود كده هيقف بعد شويه عشان هو اصلا مش عارف قواعد اللعبه، مش عارف يكتب ايه. فاهم؟ فنصيحه مني يعني خد وقتك في الكود وافهمه خطوه خطوه واعرف انت بتكتب ايه بالظبط، بعدها ابدا اعمل المشروع. يعني ما تستعجلش كل حاجه، انا عايز اخلص مشروع عايز اخلص كده، يعني فاهمني؟ كتير بيبداوا يكتبوا كود من غير ما يفهموا ايه اللي مطلوب بالظبط، فبالتالي يعني مثلا واحد عايز يعمل مشروع مثلا لحساب درجات الطلاب مثلا في مدرسه، فهو اصلا مش فاهم الفكره ازاي. فهو المفروض يخطط في البدايه، يكتب مثلا اول حاجه هيدخل الدرجات، تاني حاجه هيجمع مثلا التوتال بتاع الترم الاول والترم الثاني وهكذا، يبداها ستيبس كده خطوه خطوه بس. وده ايه هيخليه اللي هو ينجز في الكود اكتر. فنصيحه مني افهم الفكره في البدايه، افهم انت عايز تعمل ايه بالظبط، وبعدها ابتدي نفذ. اغلب المبرمجين في بدايه تعلمهم للبرمجه كانوا بيعملوا ايه؟ ان هم بيدوروا على الاكواد مثلا بيجيبوها اذا كان بتشات جي بي تي او من على النت، ويجيبوا الاكواد دي ويحطوها على طول كده ويشغلوها من غير ما يفهموا الكود اصلا مكتوب فيه ايه. فدي مش طريقه تعلم، انت كده بتغش من غير يعني انت ماشي. الشات جي بي تي ده ممكن يساعدك، بس بعدين لما تبقى عندك فاهم ايه اللي هيديهولك الشات جي بي تي وانت مكسل تكتبه فتطلبه من الشات جي بي تي، بس اللي هو ما تطلبش منه على طول كده ويديهولك. فاهم؟ هو من يعني النصيحه يعني ان انت ما تجيبش اكواد من على النت جاهزه وتحطها بقى في فيجوال ستوديو كود او في الاله بتاعتك الاديتور بتاعك يعني. لا، انت اكتب الكود بنفسك، وحتى لو جبته من على النت مثلا حاول تغير، مثلا لو شلت الكود ده، لو عملت الكود ده كومنت مثلا ايه اللي هيحصل بعدين وهكذا. ابدا يعني شخبط في الكود كده اتعلم يعني. فاهم؟ انت لسه اللي هو ايه بتعلم، مش لازم خلي عندك حاجه في دماغك، انت مش لازم حاليا تطلع مشروع كامل حقيقي تروح تقدم بيه في جوجل. لا، انت لسه بتتعلم، فبالتالي حتى لو جبت كود فصصه كده وجيبه واحده واحده وايه، وحاول تغير فيه وتشوف بقى ايه اللي هيتغير وهكذا يعني. اول ما الكود يطلع ايرور كل الناس بقى بتتخض وبيقول لا خلاص بقى انا مش هتعلم برمجه، مش هعرف كل شويه تطلع ايرور. الايرور ده طبيعي، الايرور ده حاجه عاديه، ده بالعكس، ده لو ما طلعش ايرور في الكود بتاعك معنى كده ان ممكن الكود بتاعك كود بسيط، الكود بتاعك كود مش معقد قوي، اللي هو مش مناسب قوي مع المشروع ده. فلو ما يطلع ايرور المفروض انت ما تزعلش، لو ما تحبطش، لا يعني شوف الايرور ده بتاع ايه، هل سنتكس ايرور ولا مثلا بتاع ده زيرو ديفيجن ايرور. يعني شوف انواع الايرورز كلها وتعلمها، وشوف لما يظهر لك الايرور ده احتمال ايه في الكود يبقى هو اللي بايظ، وهكذا بقى وحاول تصلح الايرور ده، مش لو ما تزعلش بقى وبتعمل. خليك راجل. اغلب المبتدئين في البرمجه عايزين ان هو ايه يبداوا مشاريع كبيره في البدايه كده، اللي هو لا ما انا عايز ابدا مشروع كبير كده احطه في السي في بتاعي بقى، اقدم بيه في مايكروسوفت في جوجل في اي حته اتقبل فيها. لا بص، انت لسه يعني افهم الاساسيات في البدايه، افهم السنتكس كويس بتاع اللغه اللي هتكتب بيها، افهم البروجكت اللي انت عايز تعمله اصلا، وبعدها بقى تعمل ايه. ما تبداش بقى في المشاريع الكبيره على طول، لا، ابدا في ايه مشاريع صغيره واحده واحده، اللي هو ايه قسم المشروع بتاعك الكبير ده لمشاريع صغيره. يعني مثلا انت لو عايز تعمل مثلا ويب سايت كبير، في الويب سايت ده في نظام ساين ان، تمام، انت اعمل نظام الساين ان ده بس، اعمله في كود او مشروع لوحده صغير، لما تحترفه هتبتدي ان انت ايه تحطه في الويب سايت الكبير، وهكذا بقى. اذا كنت عايز مثلا هي منصه طلابيه مثلا، في بتاع ده سيكشن فيها هتضيف فيها السيشنز بس، فدي هتضيفها بقى، هتعملها لوحدها وتضيفها في البتاع ده في المشروع الكبير. فاللي هو ايه ما تبداش مشروع كبير في البدايه، لا ابدا مشاريع صغيره وبعدين جمع المشاريع الصغيره دي وحطهم واعملهم مشروع كبير. فاهمني كده؟ بس ما تبداش لو مشروع كبير في البدايه بقى وتكون انت عايز تنجز وعايز تخلص وعايز تتعلم برمجه، لا الكلام ده مش صح.
وبس كده، ودي كانت ال5 اخطاء بتوعنا. لو اتعلمتهم وسمعت فيديو كويس هتفهم قد ايه هم لو تجنبتهم فعلا هتوفر عليك وقت وهتنجز اسرع من اي مبتدئ تاني في البرمجه. بس كده، وما تنساش بقى تحط اللايك بتاعك وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت. ولو عندك اي فكره مشروع عايز نعملها الفتره اللي جايه اكتبها لي تحت في التعليقات. ولو عندك اي فكره فيديو برضه عايز نعملها الفتره الجايه، مش لازم مشروع، اكتبها لي تحت في التعليقات. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.